السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توقعات أحوال الطقس غدا الخميس. إن شاء الله أمطار الخير تعرفها بلادنا المغرب. هناك أمطار وزخات رعدية في مجموعة من مناطق المملكة، وأيضا ثلج في جميع مناطق المملكة. إليكم التفاصيل، ولكن قبل ذلك أرجو منكم أن تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا رن الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الخميس نزول أمطار وزخات رعدية بالسواحل الوسطى والسوس والأطلس، في حين سيستمر الطقس الغائم مع أمطار محلية رعدية بالسهول الشمالية والوسطى والريف ومناطق طنجة والأطلس الكبير والشمال الشرقي والسفوح الجنوبية الشرقية والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية. كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الجنوبية، وسيكون الطقس باردا بمرتفعات الأطلس مع جريحة محلية. وستعرف قمم مرتفعات الأطلس الكبير بعض التساقطات الثلجية مع تناثر حبات رملية بالجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالسواحل الشمالية والوسطى وبمناطق طنجة والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 18 و 22 درجة بأقصى الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 10 و 17 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. وستشهد درجات الحرارة خلال النهار انخفاضا، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قوي الهيجان بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين كاب سبارتيل وكاب الغير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي الساحل الأطلسي.